عاصفة جديدة جدا، ودي كانت أول مرة أمر بموقف زي ده في البحر، مع إني بشتغل بحار بقالي حوالي 20 سنة ومتعود على الأخطار الكتيرة اللي أي بحار بيقابلها. وفي لحظة القارب بتاعي اتكسر لقطع صغيرة والمحيط بلع في الأعماق، ومش فاكر أي حاجة تانية بعدها حصلت. وحاولت أقف على رجلي وأدور حواليا كويس، يمكن يكون في أي ناجي تاني غيري، بس للأسف الشط كان فاضي خالص ومفيش أي حد حواليا، ومش شايف غير بواقي الخشب اللي الموج رماها على الشط، وده كان كل اللي باقي من السفينة بتاعتي. واخدت بالي ان انا على جزيره غريبه جدا ومليانه بالنباتات والاشجار الكثيفه والعاليه، والمياه صافيه جدا وشكلها ساحر خالص. ولولا الموقف الوحش اللي انا كنت فيه كنت هتبسط جدا بمكان زي ده، وهحاول استمتع بالجمال اللي فيه وافضل تصحف على الارض لحد ما وصلت تحت ظل شجره علشان استريح شويه. وفي اللحظه دي عقلي ما كانش قادر يستوعب اللي انا شايفه قدامي، وظهر لي فجاه مخلوقات شكلها غريب جدا وباين انهم ستات، ولكن من نوع خاص شويه. وافتكرت ان انا بهلوس شويه من كتر الجفاف والتعب، واكيد ده مش حقيقي. وقلبي فضل يرد بسرعه وكنت مرعوب خالص، وكل ما يقربوا عليا اكتر كل ما لقى بيه بيزيد اكتر واكتر، وحقيقي كنت عايز اهرب ومش قادر من كتر التعب. ولما ركزت في شكلهم لقيت اجسامهم زي اجسام البشر، وبيمشوا على رجليهم، وشكلهم زي شكل القطط او النمور، وجسمهم كله متغطي بفرو ناعم وعليه نقوش زي النمر بالظبط، ودانهم زي ودان القطط، وعندهم ديول طويله جدا بتتحرك بانسيابيه رهيبه. وحتى شكل وشهم كان مزيج بين البشر والقطط، ودي كانت حاجة مرعبة جدا. وماسكين في ايديهم رماح مصنوعة من العظم، وحوطوني من كل اتجاه. وقربت واحدة مني وباين كده انها القائدة بتاعتهم، وبدأت تبصلي بطريقة غريبة وكأنها تفحصني قبل ما تتكلم. وفضلت تشم فيا زي القطط بالظبط، واتكلمت بعد كده مع الجماعة بتاعتها بلغة غريبة وقالت لهم حاجات أنا مش فاهمها لغاية دلوقتي. وفضلوا على الوضع ده شوية وأنا واقف مصدوم مش قادر أتحرك من كتر الخوف والرعب، وعمال أبص لهم كل شوية ومستغرب من اللي هم بيعملوه. وفجأة لقيتهم كلهم بيركعوا على الأرض وكأنهم بيحيوني بطريقة معينة، وفي الآخر قوموا عليا وشالوني على نقالة خشب، وكانوا بيتعاملوا معايا بطريقة كويسة جدا وبيحاولوا يساعدوني، وفضلوا يتنقلوا بيا من مكان للتاني جوه الجزيرة. ومشينا فترة طويلة جدا، وطول الوقت كانوا بيبصوا لي بطريقة غريبة وبيتكلموا مع بعض بلغتهم عليا وكأنهم شايفيني حاجة عظيمة خالص، وأنا طبعا مش فاهم إيه اللي بيحصل ولا فاهم أي حاجة ولا حتى عارف رايفين على فين. وبدأوا كمان يعالجوا الجروح بتاعتي ويخففوا الألم اللي أنا حاسس بيه على قد ما يقدروا، لحد ما وصلنا القرية موجودة جوه الأشجار اللي عاملينها قد مبنية بطريقة ذكية جدا وفيها تفاصيل كتيرة مش أي حد يقدر يعملها. واتصدمت إن في جسور كمان معمولة بين الشجر ومتوصلة كلها مع بعض، وكانوا عاملين أكواخ كمان جوه الأشجار، والمكان كله طلع منه ريحة البحر والفواكه الاستوائية الجميلة. وحتى المخلوقات دي كان ليهم ريحة معينة مش قادر أوصفها لأنها غريبة جدا وأول مرة شمها. ودخلوا بيه للقاعة الرئيسية بتاعتهم وقدموني للقائد أو زعيم القبيلة، ودي برضو قطة بنفس شكلهم بالظبط، بس كانت كبيرة في السن شوية وفروها كله لونه أبيض وعينيها لونه أخضر وطلع منها ضوء عالي جدا. وفضلت تبصلي فترة طويلة وهي ساكتة، وأول ما اتكلمت اتصدمت إن أنا فاهم اللغة بتاعتها، وقالت لي بصوت عالي جدا أنت الشخص اللي جاي من البحر. واتصدمت إنها بتتكلم زي البشر عادي ولكن بلغة مزيج بين القطط وبين البشر، وبصراحة أنا ما كنتش عارف إزاي أنا قدرت أفهمها، بس رديت عليها وقلت لها أيوة أنا غريت في البحر ومش عارف وصلت هنا إزاي. وطبعا كنت برد وأنا مرعوب جدا، وبدأت توريني رسومات غريبة على الحيطان اللي حواليها، وورتني صورة لشخص طالع من قلب المحيط وبتشرح لي إن القطط كانوا مستنيين الشخص ده من سنين طويلة. ومن الرسمة دي اكتشفت إن شكلي زي الراجل اللي في الرسمة دي بالظبط، وتقريبا نفس المشهد ده هو اللي لسه حصل معايا من شوية. وبدأت القائدة تشرح لي إن في نبوءة عندهم بتقول في يوم من الأيام هيظهر شخص من قلب المحيط وهيجي علشان ينقذ القبيلة بتاعتهم، وإن اسمهم بنت الأمر، وموجودين هنا من قرون طويلة جدا. وطبعا أنا حاولت أنكر كل ده وكنت خايف أكتر وأكتر، قلت لها إن في سوء فهم في الموضوع وأكيد في حاجة غلط، بس هي رفضت تسمعني وكانت مصممة على كلامها، وقالت لي إن مفيش أي حاجة غلط وإن النبوءة صح لأن في علامة معينة للشخص ده، وشاورت على رسمة النمر اللي موجودة على جسمي وقالت لي إن هي دي الإشارة. والغريب إن أنا عملت التأدود ده من سنين طويلة وأنا صغير في سن غفورة لأنه كان عاجبني جدا، وبالنسبة لهم ده كان الدليل الوحيد إنما الشخص اللي بيدوروا عليه، ومستحيل هخليهم يغيروا رأيهم. وعالجوا كل الجروح اللي في جسمي بالأعشاب الطبيعية بتاعتهم، وحتى كمان الحروق اللي أنا كنت حاسس بيها كلها اختفت، وقدموا لي سمك ني علشان أكله، واستغربت إنه طعمه عجبني جدا لأني كنت جعان وما أكلتش بقالي كتير، واستمتعت بالوجبة جدا. إنه بعدها القائدة بتاعتهم بدأت تتكلم معايا تاني وحكت لي حاجات كتيرة جدا عن شعبها، وإنهم بيعانوا بقالهم فترة طويلة وهو ده اللي باقي من الشعب بس، وعايشين بقالهم آلاف السنين مستنيين لنبوءة تستحقها هو الشخص اللي هيساعدهم يجي قبل فوات الأوان. عمل إن الجزيرة بتاعتهم بتموت بالبطيء وكل حاجة بدأت تنتهي، وإن المية كل فترة بتتلوث أكتر وأكتر، والسمك كمان بيموت. وورتني جزء كبير جدا من الجزيرة بايظ فعلا، وكل الشجر اللي فيه والنباتات ميتة وما فيهوش أي شكل من أشكال الحياة.
ومع السنين الجزيرة كلها هتتحول لنفس الشكل ده، وأكدت إن النبوءة بتقول إن الشخص اللي هيجي من قلب المحيط هو الوحيد اللي يقدر يدخل لمركز الجزيرة وينظفه، وبعدها بقى كل المشاكل دي هتتحل. وإنهم جربوا كتير جدا يوصلوا للمركز، ولكن للأسف فشلوا، ومحدش كان قادر يحل المشكلة دي خالص. وحاولت أشرح له وجهة نظري في اللحظة دي، وأكد لها إن أنا ما عنديش أي قوة خاصة أو قدرات أقدر أساعدهم بيها، وإني مجرد راجل بحار عادي بحاول أكسب رزقي يوم بيوم وخلاص. وفي الوقت ده دخلت علينا قطة شكلها مختلف عنهم وصغيرة شوية، وكل الفرو بتاعها لونه أسود وعينيها لونها أزرق وبتنور في الضلمة، وبدأت تتكلم معايا أحسن من روبيكا القائدة نفسها، واللغة بتاعتها كانت مصمومة أكتر. وقالت لي إني أسمع شعاد، وإني تعلمت اللغة البشرية من الكتب اللي كانوا بيلقوها كل فترة على الشط، وأصلت للجزيرة بسبب الموج العالي. وقالت لي أنا عارفة إن أنت مش مصدق النبوءة، ومش مهم خالص يكون عندك أي قوة خارقة علشان تساعدنا، كل اللي محتاجينه إن أنت تضحي وتكون شخص شجاع ومن جواك تؤمن بالتضحية دي، وساعتها كل حاجة هتتحل. وقبل ما أكمل كلامها سألتها طب إيه هي هيحصل لو أنا حبيت أمشي ومش عايز أساعدكم؟ وساعتها اتصدمت إنهم فضلوا ساكتين فترة طويلة جدا ومحدش راضي يرد عليا. وردت عليا شعاد وقالت لي بحزن ساعتها كل بنات القمر هيموتوا والقبيلة بتاعتنا تختفي بالكامل قبل اكتمال القمر اللي جاي، وده اللي النبوءة بتأكده، وللأسف أنت الوحيد اللي تقدر تساعدنا ومصير القبيلة كله واقف عليك. ومع الوقت بدأت شعاد تعلمني كل حاجة موجودة في الجزيرة، وتشرح لي وتترجم لي الحاجات اللي مرسومة ومنحوطة على الحيطان بتاعتهم، وده لأني كنت بحاول استكشف كل حاجة وافهم أكتر يمكن أقدر أساعدهم فعلا. وأكدت لي إنهم مش متوحشين، وإن عندهم ثقافة مختلفة وبيحبوا الفن والموسيقى، واستغربت إن عندهم حضارة قديمة جدا ومنحوطة كلها بطريقة مميزة على الحطام. وأول ما شفت الأطفال الصغيرة بتلعب مع بعض صعبوا عليا، وساعتها بقى سألت شادة عددهم كام بالظبط، فجاوبتني وهي بتعيط وقالت لي إحنا 53 شخص بس، ومفيش ولا ذكر موجود بينا خالص، لأن كلهم ماتوا، والحاجة الوحيدة اللي افترحناها إن إحنا بنقدر نتكاثر من غير الذكور، بس العدد بيقل مع كل جيل عن الجيل اللي قبله، وهي دي بقى المصيبة اللي إحنا فيها. ومع كل جيل جديد الأطفال كمان بتقل، وكنت سامع صوت الحزن اللي هي بتتكلم بيه وبزعل عليها جدا، وفعلا قلبي اتأثر بكل اللي سمعته وشفته منهم. وبصراحة أنا كنت حابب أساعدهم بجد، وشفت حاجات عجيبة جدا في الجزيرة بتاعتهم عمري ما كنت أتخيل إنها موجودة. ودخلت الكهوف تحت الأرض مليانة بلورات طالع منها أضواء عالية منورة المكان كله، وأشجار شكلها مختلف، وحتى كمان الفاكهة والخضار شكلهم كان مختلف. واعترفت لها إن العالم بتاعهم جميل جدا وكأنه جنة. وقبل ما أكمل كلامي قطعتني شعاد وقالت إن العالم بتاعنا كان جميل جدا ولكن كل حاجة باض، وأخدتني للمنطقة المتدمرة من الجزيرة علشان أشوفها بعيني من قريب. وهناك بقى شفت فرق شاسع بين العالمين، وزعلت قوي على الحاجات اللي اتدمرت، ومن ناحية شفت الموت والخراب والتعفن، ومن ناحية التانية كان في حياة ونباتات وكل سبل الراحة. وشرحت لي شعاد وقالت لي إن الشقوق دي بتزيد كل يوم، وإن في خلال 12 يوم بالكتير الخراب ده هيبدأ يوصل لوسط القرية بتاعتهم. فحاولت أطمنها وقلت لها إن أكيد هيكون في حل اللي بيحصل ده، وإنهم كان لازم يدوروا أكتر علشان يعرفوا السبب لكل ده. وهنا بقى كانت الصدمة، وقالت لي شعاد إن أي حد منهم بيقرب للمركز بيموت أو بيتعب وبيموت بعدها بكام يوم، ومحدش عارف يعدي الخط ده أبدا، وإن أنا الشخص الوحيد اللي قادر أدخل هناك على حسب النبوءة ما بتقول. وفضلت أبص المركز من بعيد جدا وكنت خايف من المهمة اللي عايزيني أعملها، وشفت هاي شكله غريب جدا ومرعب، وحسيت إن بيه مهمة مستحيلة بالنسبة لي. واستأذنت روبيكا وطلبت من شعادة تاخدني لأقرب مكان للمركز، لأني كنت عايز أشوف المنطقة من قريب أكتر. وصممت شعادة تفضل معايا لحد أقرب نقطة هي تقدر توصل لها، وبدأت تفتش في الأرض كويس، وشفت بقايا معدنية غريبة ومعدات قديمة جدا باين إنها معدات علمية، وشفت كمان يافطة مكتوب عليها بالإنجليزي، وعرفت إنها تابعة لمركز أبحاث بيولوجي اسمه زيت. وهنا سألتني شعادة يعني إيه أصلا البحث البيولوجي، فحاولت أشرح لها بطريقة بسيطة وقلت لها إنها نوع من أنواع التجارب، واتأكدت إن اللي بيحصل ده مش طبيعي وإن في حد ورا كل ده. وبدأ علي يربط الأحداث كلها ببعض، وفكرت إنهم ممكن يكونوا عاملين محطة أبحاث سرية في الجزيرة دي بما إنها بعيدة ومهجورة ومحدش يعرف عنها أي حاجة، وهم كمان اللي عاملين المخلوقات دي، وإنها هاجين بين البشر والحيوانات، وإن بنات الأمر مش نوع طبيعي زي ما كنت فاكر في الأول، وده لأنهم يعتبروا مجرد تجارب بشرية مش أكتر. وسألت شادو إيه الحاجات اللي تعرفها عن تاريخهم القديم، وهنا بقى اتأكدت إن في حاجة غلط لما قالت لي إنها ما تعرفش أي حاجة غير إن الجدة روبيكا هي الأم الأولى، وإنها قامت في يوم من الأيام لقت نفسها على الشط ده ومش فاكرة أي حاجة من اللي حصلت قبل كده. وفهمت إنهم معمولين من حوالي 100 سنة، وإن البشر هم اللي صنعوهم بسبب التجارب بتاعتهم،
وإن المنشأة دي السبب في كل الدمار اللي موجود على الجزيرة، وفي حاجة أو مادة سامة اقتربت من المنشأة، وكل فترة الدمار بيزيد أكتر وأكتر. ولكن فضلت محتفظ بكل ده جوايا ومش عايز أعترف لهم إلا لما أتأكد، وما كنتش عارف أقول لهم حاجة زي دي إزاي أصلاً، وإن البشر هم سبب كل مشاكلهم، إن النبوءة اللي هم عاملينها ممكن تكون شوية ذكريات مشوهة في دماغهم مش أكتر، وهم اللي اخترعوها. وفي الليلة دي بالذات لما شفتهم بيرقصوا تحت ضوء القمر، فهمت قد إيه هم كائنات واعية ومثقفة وليها حياة خاصة، وده كافي إنهم يحافظوا على حياتهم، ومش مهم أصلهم إيه، لأن ليهم الحق في الحياة. وفضلت أفكر طول الليل مش عارف أنام من الحاجات اللي أنا اكتشفتها، لحد ما شادو جت قعدت جنبي وسألتني هو أنت خايف؟ فحاولت أخبي خوفي عنها وهديت شوية وقلت لها أنا هحاول أساعدكم على قد ما أقدر، وده لأني فاهم شوية في الكيمياء والميكانيكا، ولكن لسه بفكر هتصرف إزاي. فقعدت جنبي فترة طويلة وإحنا ساكتين، وفضلت تبصلي بعينيها المرعبة وديلها بيتحرك طول الوقت زي القطط بالظبط. وفجأة قالت لي أنا عارفة إن النبوءة دي أجدادي هم اللي كاتبينها، وإنهم كانوا متأكدين إن في حد هيجي من العالم الخارجي وهو الوحيد اللي هيقدر يفهم إيه اللي بيحصل لهم، والحالة هيكون عنده. وعرفت إنها ذكية جدا وتقريبا أذكى واحدة فيهم، ودمارها شغال على طول وبتفكر في كل التفاصيل اللي حواليها. وبدأت تحكي لي شوية عن حياتها والتفاصيل اللي بتعملها كل يوم، وتتمنى إن كل حاجة تتصلح ويعيشوا في هدوء ويحفظوا عن القبيلة من الانقراض. والغريب إنها حاولت تطمني وقالت لي إنها تفضل جنبي وهتساعدني على قد ما أقدر علشان أنفذ المهمة اللي مطلوبة حتى لو كان ثمنها الموت. واحترمتها أكتر ساعتها وحسيت إن أنا بتكلم مع بشرية زي بالظبط. وفي اللحظة دي قررت أعترف لها بالحقيقة، ولما حكيت لها عن أصلهم، والغريب إنها ما زعلتش ولا اتأثرت، وكانت شايفة إن ده ما يغيرش أي حاجة من الحقيقة، وإنهم لسه عندهم مشكلة ولازم يحلوها علشان يكملوا حياتهم. وطبعا كنت أعرف إن كل كلامها صح وإن عندها حق، وقررت إن أنا بكرة لازم أستعد وأدخل المنطقة اللي فيها المركز، واتأكدت إن هذه الحاجة الصح اللي لازم أعملها، ومش شرط أكون الشخص اللي في النبوعة بتاعتهم علشان أساعدهم، لأن أي حد مكان لازم يتصرف بالطريقة دي. وفضلت شادو قاعدة جنبي لحد ما رحت في النوم، وكنت مطمن جدا لأول مرة من فترة طويلة، ونمت بعمق. وتاني يوم الصبح على طول اتجمع كل اللي موجود في القرية وجهزوني علشان أروح لأنا، وعملوا عليا طقوس معينة وما كنتش فاهم منها أي حاجة، ورسمولي على جسمي رموز أنا مش فاهمها برضه، وكل ده ما كانش فارق معايا، أنا كنت عايز أريحهم وخلاص. وشفت الأمل في عينهم وقد إيه كانوا مستنيين بكل حماس. وقفت روبيكا بنفسها تكمل الطقوس وترسم لي بإيديها، واتكلمت معايا في أكتر من حاجة، وطلبت مني أكون شجاع وأساعدهم من كل قلبي. وصنعوا لي قناع من مواد بدائية جدا ومقش وفحم علشان يحميني شوية من الغازات السامة اللي هناك. وبالصدفة لقيت على الشط شوية جير في كيس وأخدتهم معايا لأني كنت عارف إن أنا هستفيد بيهم، وافتكرت أيام خدمتي في البحرية وإننا كنا بنستخدم الجير علشان يقلل من خطر المواد الكيميائية. وقبل ما مقش اتكلمت مع شادة وأكدت عليها إن أنا لو ما رجعتش خلال يومين بالكتير ما تبعتش أي حد يدور ورايا، لأن ده طبعا هيكون خطر عليهم جدا. واتصدمت لما لقيتها بتعيط وخايفة عليا جدا، وطلبت مني أوعدها إن أنا أوعد إن أنا أرجع وإني أحافظ على نفسي بكل الطرق. وشفت الحب في عينيها وصابت عليا جدا، فوعدتها إن أنا هعمل كل اللي أقدر عليه وإني أرجع في أسرع وقت ممكن. وودعتها هي وكل شعبها وبدأت في رحلتي، وكنت شايفهم وهم موقفين يراقبوني من بعيد وكلهم أمل وخوف في نفس الوقت. وحسيت بمسؤولية كبيرة جدا وعيني شال حمل فوق كتافي، وكنت بفكر في الشعب اللي معلق كل أمله عليا وحياتهم متوقفة على اللي أنا هعمله. وأول ما دخلت المنطقة الميتة الريحة كانت بشعة وشفت خراب في كل مكان، والقناع ما كانش مفيد قوي ليا، وعيني فضلت تدمع من كتر البخار اللي في كل مكان. وفضلت ماشي ورا قصر المعدن اللي موجودة على الأرض، وشفت معدات كتيرة جدا مرمية. ولما وصلت لهناك اتصدمت لأن المكان كله كان مليان بالجثث البشرية المتحللة والعظم بتاعهم مرمي من حواليا. والصدمة الأكبر إن أنا لقيت مدخل مخبأ سري، معمل تحت الأرض وخارج منه نفس السائل الأسود اللي بيسمم الجزيرة كلها. فقررت أجازة فأدخل لجوه وأشوف إيه اللي بيحصل، واتأكدت من كل شكوكي وعرفت إن ده مختبر قديم جدا ومهجور، ولقيت بقايا عينات مرمية في كل مكان وأجهزة كمبيوتر من نوع غريب وطبعا كلها كانت متدمرة. ولقيت كمان وثائق وعقود قديمة مرمية في المكان، وقريت على واحد منهم عن مشروع اسمه كيميرا، وشفت صورة لنفس المخلوقات اللي بره، وعرفت إن ده نوع حجين البشر هم اللي عاملينه. وشفت أول عينة ناجحة ليهم حابسينها في حوض إزاز والعملاء متصورين جنبها بكل فخر، واللي بقى حاصل بسنة 1954. وقرأت كل حاجة موجودة في البحث علشان أفهم أكتر، وهنا بقى كانت الصدمة، واكتشفت إنهم كانوا بيعملوا المخلوقات دي علشان يستخدموها كجنود في الحرب. ولما الحرب انتهت قرروا يوقفوا المشروع كله ويلغوا ويتخلصوا من العينات اللي عملوها، بس في الآخر الخطة ما كملتش زي ما هم عايزين، والعينات هربت بطريقة غريبة ومحدش قدر يسيطر عليها، واشتغل جهاز تسريب السموم بالغلط وكل العلماء ماتوا ومحدش قدر يلغي تفعيل الجهاز. وفضلت أدور لحد ما لقيت مصدر الغاز السام، وفعلا شفت كمية كبيرة جدا من الغاز السام بتتسرب منه، وفرحت أول ما شفت إن جهاز التحكم لسه شغال بعد كل السنين دي. وحاولت أقرأ التعليمات اللي موجودة جنبه ويمكن أفهم بيه يشتغل إزاي، وطبعا كنت خايف بس كان لازم أجازف وأجرب كل الطرق.
بتخليني أقفل الجهازة، وفضلت فترة طويلة جدا بحاول لحد ما نجحت في الآخر، وأخيرا التسريب وقف. وكنت عارف إن المشكلة ما اتحلتش، لأن لسه في مواد سامة كتير جدا مرمية في الأرض وهتخرج لبره. وبعد تفكير طويل في حل المشكلة، افتكرت الجير اللي معايا وبدأت أستخدمه وأرميه على المواد السامة اللي في الأرض علشان أمنع انتشاره وأقلل الخطر منه على قد ما أقدر. وطبعا كان عندي خبرة كبيرة في الحوارات دي، لأن اشتغلت فترة طويلة في البحرية وعرفت تفاصيل خاصة بالمواد الكيميائية. وفي الوقت ده كنت عايز كمية كبيرة جدا من الجير، وبالصدفة وأنا بدور شفت براميل كبيرة جدا جنب باب الطوارئ، ورحت أشوف إيه اللي جواها. وطبعا البراميل دي كانت قديمة جدا ومتاكلة، وفضلت أشيل فيها وأحولها لبره واحد ورا التاني، وأخدت فترة طويلة علشان أفتحهم، واتضممت إن الجير اللي جوه سليم وأقدر أستخدمه. وفضلت كام ساعة لحد غروب الشمس بشتغل، وتعبت جدا، وعملت بالجير دايرة حماية كبيرة جدا حوالين المركز. ومن كتر التعب والشغل إيدي بدأت تنزف دم بكميات كبيرة، وما كنتش أشايف قدامي من كتر التعب، والبراميل المصدية أصفرت عليا. وبالرغم من كل ده صممت أكمل للآخر، وكنت بفكر طول الوقت في القبيلة وحياتهم اللي متوقفة على كل اللي أنا بعمله دلوقتي. وده اللي خلاني عندي عزيمة وما استسلمش أبدا، وصممت أعمل كل اللي أقدر عليه علشان أحقق أمنياتهم وأخليهم يعيشوا في أمان. وأخيرا بعد تعب وساعات طويلة من الشغل خطتي نجحت، وقدرت أوقف التسريب وكل حاجة بدأت تتصلح. ومن كتر الفرحة فضلت أعيط، وما كنتش قادر أستوعب إن شخص زيي قدر يحل مشكلة كبيرة قوي زي دي. وكنت عارف إنها مسألة وقت، وكل النباتات الميتة دي هترجع للحياة تاني، وإنها محتاجة اهتمام بس مش أكتر. وأخدت حاجتي وقررت أمشي من المنطقة دي خالص، ورجعت منهم، وهناك لقيتهم واقفين مستنييني على الحافة بفارغ الصبر، واترميت قدامهم على الأرض من كتر تعب، وما كنتش قادر أقف على رجلي. وجريت شادوا عليا علشان تساعدني، والقلق كان باين قوي في عينيها، وشكرتني وقالت لي أنت نجحتي فعلا، والدمار وقف، وريحة الطبيعة بدأت تظهر تاني، وحياتنا هتتعدل. وفضلت نايم لحد بالليل من كتر تعب، وشايفهم هم بيحتفلوا بالانتصار العظيم ده. وقعدت شادو تهتم بيا وتعالج الجروح اللي في جسمي، وفضلنا طول الليل على كده. وتاني يوم الصبح روبيكا كانت قاعدة مستنياني علشان تعرف ايه اللي حصل بتفصيل، فحكيت لها اللي عملته من أول ما وصلت لحد ما رجعت تاني، وأي حاجة ما كنتش عارف أشرحها لها الشادو كانت بتترجمها. والغريب إنهم نتاج تجارب بشرية وهاجين بين البشر والحيوانات، وكل المشاكل اللي حصلت دي بسبب المختبر اللي كانوا عاملينه. والغريب إنهم تقبلوا الموضوع عادي جدا، ومفيش أي حد فيهم زعل، وما كانش فارق معاهم أصلهم إيه قد ما فارق معاهم يعيشوا حياة كريمة من غير أي مشاكل. وشكروني على كل اللي عملته، وحاولت أشرح لهم إن أي حد مكاني كان يقدر يعمل ده، وإن مفيش أي حاجة مميزة فيها خالص. وبالرغم من كل اللي أنا قلته برضه مصممين إنها شخص عظيم، وإني جيت هنا مخصوص علشان أساعدهم، والقدر جمعني بيهم. وفي اللحظة دي الشادو قالت حاجة أول مرة أسمعها منهم، قالت وهي إن النبوءة بتاعتهم ليها جزء تاني. ولما اتصدمت وبقى عنا على وشي حاولت روبيكا تشرح لي أكتر، وقالت لي إن المنقذ اللي هيحل المشكلة بتاعتهم ليه الحق إنه يفضل معاهم ويكون أبي للجيل الجديد بتاعهم. وشرحت لي إنهم لازم يكون ليهم أبي جديد، وإلا في خلال كام جيل هيموتوا كلهم ويختفوا. واتصدمت إنهم مستنييني أوافق فعلا، وبيبصوا لي كلهم في نفس الوقت وطريقة غريبة. وفضلت أضحك من كتر ما أنا مذهول، وحاولت أشرح لهم بهدوء إن ده مستحيل وأصلا ما ينفعش لأننا من أجنات مختلفة. وبعد ما خلصت كلامي الشادو ورتني ورقة لعتتها على الشط فيها من الأيام، وباين إنها من ضمن الوثائق اللي كانت في المخبأ. والورقة دي بتأكد إن المخلوقات دي متطابقة وراثية مع البشر، وينفع يكون في تزاوج بينهم. وساعتها ما كنتش عارف أرد أقول لها إيه ولا حتى أرفض، وقعدت يومين على الحوار ده، وكنت بساعدهم في نظافة المكان. وفجأة وأنا على الشط شفت سفينة قريبة مننا جدا، وما كنتش مصدق من كتر الفرحة وعايز أوصل لها بأي طريقة. وفضلت كمان أصرخ وأنادي عليهم بصوت عالي، وفكرت إنها فرصة علشان أرجع لحياتي القديمة والأهلي. وأول ما لفت وشي لقيت القبيلة كلها واقفة حواليا وبيبصوا لي بنفس النظرة من غير ما يقولوا أي حاجة خالص، وحتى شادو واقفة في مكان بعيد وبتبص لي بأمل ومستنياني أوافق بفارغ الصبر وقبل أعيش معاهم وأنسى كل حياتي اللي فاتت. وجريت عليها علشان أتكلم معاها، ولقيتها قاعدة في مكانها المفضل وعمالة أعيط، وبتقول لي إن السفينة جاية علشان تدور عليا أكيد، وحابة تعرف أنا قراري إيه بالظبط. والمشكلة إن أنا ما كنتش قادر أقرر، وخايف أندم على أي حاجة أنا أختارها. ولقيتها بتقول لي بكل حزن أنت بشر ومن حقك تمشي وتكمل حياتك بطريقة تكون مبسوط بيها، وتتجوز كمان بشرية زيك وتكون سعيد في حياتك. واستغربت إنها بتقول لي كل ده، وكنت فاكر إنها تتمسك بيا أكتر، وسألتها تعمل إيه لو أنا قررت أقعد معاهم وأكمل الباقي من حياتي على الجزيرة. وفي اللحظة دي بدأت تقنعني وتقول لي تبقى مجنون لو عملت كده، لأنك هتختار تعيش في جزيرة بدائية بعيدة عن العالم كله مع كائنات كمان مش طبيعية، لا وكمان تتجوز وتكون واحد منهم، بالرغم إن بيدك القرار والاختيار، ومش لازم تندم على أي حاجة لأنك ساعدتنا بما فيها الكفاية وأنقذت حياتنا من الموت. وبدأت أحكي لها عن حياتي اللي فاتت، وقد إيه أنا في الفترة القصيرة اللي عشتها معاهم حسيت إن أنا ليا قيمة لأول مرة من 30 سنة، وإني في ناس بتحبني بجد من قلبها وخايفين عليا ومتمسكين بيا. وقلت لها إن أنا حبيتهم جدا وتعلقت بيهم، معرفش إزاي، ودماغي مشتتة ومش قادر آخد أي قرار.
وكنت حاسس إن أنا لو مشيت من هنا هفضل ندمان طول حياتي. وحاولت ألمح لها إن أنا موجب بيها لأني فعلا كنت حبيتها، وأنا نفسي مش عارف الكلام ده حصل إزاي. وفي اللحظة اللي السفينة وصلت فيها على شط بقارب النجاة وبدأوا يدوروا عليا وكانوا مستنيين قراره الأخير بفارغ الصبر، والغريب إن محدش فيهم كان بيضغط عليا وسايبين لي حرية الاختيار. وبعد كام ثانية نزلت أتكلم مع البحار على الشط، ودول كانوا زمايلي في نفس الشركة اللي بشتغل فيها، وفرحوا جدا إن أنا لسه عايش، وقالوا لي إن مفيش ولا ناجي غيري، وكل اللي كانوا معايا على السفينة ماتوا، وكانوا فاكرين إن أنا كمان ميت. وفضلت أعايد إن 22 راجل ماتوا في الحادثة دي ومفيش ولا واحد منهم عايش، وكلهم كانوا زمايلي وأصحابي، وزعلت عليهم جدا. وفضلت أبص للبحارة وأبص من بعيد على القبيلة اللي واقفة بتراقبني، ومحتار جدا أتصرف إزاي، وطبعا كانوا مستخبين علشان محدش يشوفهم غيري. وبعد تفكير طويل طلبت من زمايلي يستنوني شوية على الشط لحد ما أروح ألم حاجتي من جوه، ورجعت للقبيلة تاني وكلهم واقفين يبصوا لي وساكتين خالص. ودخلت جبت المذكرات اللي كنت بكتب فيها كل اللي حصل معايا بالتفصيل من أول ما وصلت، وقلت لها أنا هتكلم معاكي بكل صراحة، لو قررت إني أفضل هنا وأكون الأب بجد بقى هتصرف براحتي أنا، وأنا اللي هحط القوانين بتاعة المكان، ومحدش هتعامل معايا كأني سجين أو أسير. ومن كتر الفرحة فضلت اتطاعت وقالت لي ده معناه أنت هتقعد معانا وتعيش هنا صح كده؟ ولما تأكدت إني موافق ما كانتش قادرة تستوعب من كتر الفرحة، وشرحت لهم إني هبعت مع زمايلي رسالة لأهلي علشان أطمنهم عليا وهديلهم شوية حاجات وهرجع تاني، وإني قررت خلاص إني أفضل معاهم. وأول ما شعادة شاهدت قراري فرحت جدا وجريت عليا وشكرتني، وفضلت اتطاعت من كتر السعادة، وكلهم بدأوا يحيوني ويحتفلوا بيا ويغنوا بصوت حلو جدا. ورجعت لزمايلي تاني واديتهم المذكرات اللي معايا وطلبت منهم يسلموها لشخص معين، وقلت لهم اني هفضل هنا ومش هقدر ارجع معاهم خالص، لاني في سكان اصليين للجزيره دي وفقدوا كل شيء في حياتهم بغير الكوارث البيئيه اللي موجوده في كل مكان ومحتاجين حد يساعدهم. وقررت افضل معاهم لحد ما حياتهم تتحسن تاني واساعدهم حياتهم ترجع زي الاول. وطبعا زمايلي ما كانوش قادرين يستوعبوا اللي انا بقوله وبيبصوا لي بالتغرق وبيقولوا لي انت مجنون يا ماركوس، هو انت هتسيب حياتك وعائلتك وشغلك وكل حاجه بتحبها وهتعيش في الجزيره المعزوله دي ولا ايه؟ ولما حسوا من كلامي ان انا عمري ما ارجع في قراري ابدا وكلامهم ملوش اي لازمه لانهم حفظوني من سنين طويله، ساعتها بس وقفوا يساعدوني وشاركوا معايا في الكتابه دي واكدوا لي انهم هيطمنوا اهلي عليا واني في مكان امن وعايش مبسوط، وهيسلموا كل المذكرات اللي معاهم للشخص المطلوب، وادوني كل الامدادات والادويه اللي معاهم واكل كتير جدا، وحاولوا كمان يساعدوني على قد ما يقدروا قبل ما يمشوا. وبعد ما ودعتهم اخدوا السفينه ومشيوا، وفضلت ابص عليهم من بعيد وكنت خايف من القرار اللي انا اخدته ومش عارف هو صح ولا لا، وكنت مبسوط بيه لحد ما شعاده جت اخدتني بنفسها ووعدتني ان انا مش هندم ابدا وانها تفضل جنبي وتحميني وتحافظ عليا وتحببني في الجزيره اكتر. والاول مره احس ان انا في مكان متقدر فيه والكل شايفني حاجه كبيره مش مجرد شخص عادي كده. بخلاص بدات اتعود على الحياه بتاعتهم يوم مره تاني، والصبح كنت بعلم الاطفال الصغيره اللغه البشريه وبخليهم يقرأوا الكتب اللي انا اخدتها من زمايلي ويتعلموا منها، وكمان كنت بشارك معاهم في الصيد والزراعه وكل اساسيات الحياه بتاعتهم اللي متعودين عليها. وبالليل كنت بقعد اسجل واكتب كل اللي بيحصل معايا بالتفصيل، واتعلمت اكتر عن ثقافتهم ولغتهم بتاعتهم وقصص كتيره قوي مروا بيها. وعلاقتي بشعاده اللي كل يوم كانت بتتطور عن اليوم اللي قبله كانه شخص عادي زيه ومفيش اي اختلاف بينا، وكل شويه كنت بنبهر اكتر بشخصيتها الجميله وذكائها وزمها الخفيف وقد ايه هي بتحب القبيله بتاعتها وبتهتم بيهم. ولما حسيتينا اننا جاهزين للخطوه الجديده قررنا نتجوز وعملنا فرح واحتفلنا بيه كلنا مع بعض وعملنا كل الطقوس والتقاليد بتاعتهم، والقبيله كلها كانت فرحانه بينا وبالجيل الجديد، وعادت الايام والشهور واحنا مع بعض كلنا وعايشين كعائله واحده. وفي يوم روبي كان شرح لي اني مع الوقت هتتاثر وهبدا اتحول من جوايا، وفعلا بدات احس ان انا شخص تاني واني بتصرف زيهم بالظبط، وحتى عيني بقت بتنور وحست ان انا مش اللي انقذت حياتهم، لا ده هم اللي انقذوا حياتي، وكل حاجه كانت ماشيه طبيعيه لحد ما في يوم صحيت من النوم على صوت طفل بيعيط، ومش بيعيط بصوت عادي، لا ده مزيج بين صوت القطط الصغيره وصوت طفل صغير بيعيط، وعرفت ان شعاده ولدت اول طفل لينا في العصر الجديد. واتصدمت لما شفت ان الطفل ملامحه كلها مزيج بيني وبين شعاده، وانه مش شبه القبيله كلها ومختلف عنهم شويه لانه اخذ كتير من ملامح البشريه، وكنت فرحان بيه جدا ومش قادر استوعب ان ده ابني بجد. ومع الايام كل الستات في القبيله بقت حوامل، ما كنتش مضغط على اي حد منهم، بس هم كانوا عايزين يكبروا القبيله على قد ما اقدر وعددهم يكون اكتر وبقينا عيله فعلا، وتاكدت ان انا خلاص مش هقدر اتخلى عنهم لان ولادي قاعدين في المكان ده. والغريب انهم مش زي البشر وما كانش فيه اي غيره بينهم وكلهم بيحبوا بعض وبيخافوا على بعض،
وفي المقابل المذكرات اللي أنا بعتها مع زمايلي اتنشرت في كل مكان وكأنها رواية خيالية ومحدش كان مصدق إنها حقيقة، وكانت الرواية الأكتر مبيعا عن الفترة دي والكل متشوق إن يقراها، وحسيت إن ده الأحسن وإن السرد ما ينفعش أي حد يعرفه علشان ولادي يعيشوا في أمان ومحدش يعرف عنهم أي حاجة ولا يأذيهم. وكل المنطقة اللي كانت ميتة خلاص اتصلحته، بقت مليانة بالزهور الجميلة والمناظر الطبيعية ومفيش أي مواد سامة، وحرفيا المنطقة كلها بقت آمنة بالكامل. ودايما كنت بحكي للأطفال الصغيرين قصة وصولي للجزيرة وإزاي تعرفت على أمهم وإزاي أنقذت حياة الجزيرة كلها من الموت. وبعد كام سنة روبيكا سألتني سؤال مهم جدا: هل في يوم من الأيام أنت ندمت على القرار اللي أنت أخدته؟ وفي اللحظة دي شفت كل عيلتي وولادي وهم بيلعبوا مع بعض وكانوا مبسوطين وما كنتش قادر أتخيل حياتي من غيرهم، وعرفت إن ده أحسن قرار أخدته في حياتي وإني مش ندمان أبدا. وأكدت لروبيكا إن أنا مستحيل أندم وإن حياتي بدأت من أول ما جيت الجزيرة دي وما كنتش مبسوط قبلها خالص، وأكيد القدر كان كتب لي أوصل لإن تعرف عليكي ويحصل كل ده. وعرفت إن أنا كنت دايما بهرب في البحر من حياتي الفضية اللي ما فيهاش أي إنجاز أو أي حاجة تفرحني، لحد ما جيت الجزيرة هنا وكل حاجة اتغيرت ومفهومي للحياة كمان اتغير، ورجعت أتعلق بيها تاني وأحبها، وأنجفت إن أنا أعمل عصر جديد لبنات الأمر وحافظ عليهم من الانقراض وأنفذ وعد ليهم، وساعتها اتأكدت إن ده يبقى بيتي الحقيقي. ولحد هنا بتنتهي أحداث قصتنا النهاردة. تستنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.